السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مكرونه سباجيتي سهله وبسيطه بأسهل الطرق. بتتعمل ممكن بالثوم ببصل زي ما انت عايزه على حسب الرغبه. انا مكانش عندي بصل عملتها بالثوم، جبت في كام فص ثوم عملته في الكبه وشوحته بأي بقى حاجه، بزبده بزيت اي ماده دهنيه عندك. انا حطيت شويه زبده على زيت وهشوحهم، ما تخليهاش تصفر قوي. انا يدوبك خليها تتشوح وحط عليها معلقتين الصلصه. حطي معجون الصلصه قبل الطماطم ما تضربيها في الخلاط. بتقل الصلصه بتاعت المكرونه بتبقى حلوه. هو اي صلصه عامه اما بتبدأي بمعجون الصلصه احلى. انا هنا بشوحها بصي ما خليتهاش اللون بتاعها يغمق. هحط هنا عليها معلقتين الصلصه، جربوها طعمها حلو. ما تنسوش تصلوا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقلبها كويس وهنزل عليها بالصلصه بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط. هنا بقى هبدأ احط ملح، سكر، معلقه سكر هتبقى حلوه، او نص معلقه سكر. نص معلقه سكر هي حبه، وملح وفلفل بابريكا. هنا اهو بقولكوا حبة سكر وحبة ملح وبابريكا وفلفل. السكر بيعادل الحموضة، ما تبقاش فيها مادة حمضية. هنقلبها كويس، بعد كده خليها تتسبك. وهنا بسلق المكرونة، بحط لها زيت، شوية زيت وحبة ملح، وبسلقها كويس. دي بتاخد سوا شوية عن المكرونة العادية. هنا حطيت لها بعد ما اتسلقت حطيت لها حتة زبدة، افرفطها كده شوية. بعد كده هنزل بقى عليها بايه؟ بالصلصة. هنا بعد ما اتسبكت هنزل عليها بالصلصة واقلبها كويس يعني. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس اللي خلوه ابيض بدل ما كان احمر، دلوقتي بقى ابيض. هنا اهي بقلبها كويس، ويا رب تجربوها، طعمها لذيذ وحلو. يلا سلام.